هل الجلباب اللباس المعروف في فرنسا، لباس النساء هو لباس شهرة في المغرب. شنو هو هذا اللباس المعروف في فرنسا؟ ها؟ أنا ما عرفتوش. أنا واش تيلبسوه هنا العيالات في فرنسا، يعني المسلمات؟ بحال السعودية. طيب، يقول هو ما تيسولش على حكمه في فرنسا، هو تيقول هل هو لباس شهرة في المغرب؟ ها؟ طبعا راه لباس شهرة في المغرب. المغربيات، مع العلم أن كثيرا من النساء المغربيات يلبسن شبه هذا اللباس. لا، هذا ليس بصحيح. وليس كثير من النساء المغربيات يلبسن هذا اللباس. هذا اللباس قد يكثر، ولكن في بعض الأحياء وإلا إلا خرجت من ذاك الحي ومشات لشي بلاصة فيها الناس، يعني الناس ما تمشيش في شي بلاصة كلشي يشوف فيها. والحجاب إنما أريد لستر المرأة على الأنظار، لا لتوجيه الأنظار إليها. فإلا ولا هذاك الحجاب سببا في أن الناس كلها تشوف فيها، خصها تلبس عاوتاني دير فوق منه شي حاجة أخرى باش تستر. وعلاش الجلابة والدرة مالها زعما ما تتغطيش؟ ما فهمتش زعما خصها تلبس بحال السعودية باش تكون محتجبة، ولا لبست بحال المغربيات تلبس بحال المغربيات، والجزائريات تلبس بحال الجزائريات، والتونسيات تلبس بحال التونسيات. لباس ساتر لما يجب ستره. شنو المشكل؟ وعلاش السعوديات صحابيات زعما لابستي بحال السعوديات راه وليتي تتقلدي الصحابيات ولا كيفاش؟ بحال الراجل تيلبس بحال اللباس السعودي هو في المغرب وتيلبس بحال اللباس ديال السعودي. علاش زعما؟ الا زعما لبستي بحال السعودي انت تدخل الجنه؟ على الجنه شنو هو السعودي؟ وهادشي حتى السعوديين تيقولوه. والسعوديون كغيرهم، فيهم الخير وفيهم غير الخير، وفيهم الصالح وفيهم الطالح، ونساؤهن كذلك، فيهن الصالحات وفيهن غير الصالحات. فما فهمتش انا هذه الحيثيه. كون كان السعوديه باقي فيها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلام اخر، ديك الساعه الهجره الكلام مع الصحابه، ولكن راه بحال الناس، ناس من الناس اعرافهم خلاتهم تيلبسوا هذاك الشيء. اش من علاقه ديالنا حنا مع هذا الشيء؟ لو ما كانش عندنا شي لباس تستر به النساء نقولوا واخا عندنا، اذا علاش؟ والغريب انه واش انتم عرفتوا عندكم شي جواب على هذا علاش؟ نعم. نعم، نحن قلنا هو لباس شهرة، لكن نحن بعد ذلك نسأل ما وراء هذا، لماذا أصلا يلبس هذا اللباس؟ لماذا؟ وأنت قد وجدت نساء بلدك يلبسن لباسا، هذه الجلابية المغربية والدرة، ولا بغيتي تغطي الوجه ديري الدرة واللتام. يعني شنو لما ما الذي يحوجك أن تلبسي لباس قوم آخرين وإن كانوا مسلمين، وتخرجي ويلتفت الناس إليك؟ ما الذي يحوجك إلى هذا؟ أنا هذا الذي أسأل عنه، أريد أن أفهم لماذا. نعم. طيب، هذا شيء. إذا كان الأمر كما تقول أن هذا اللباس انقرض وأنه لا يعرف الآن في تونس شيء من لباس التونسيين يستر المرأة، فهذا قد يكون مسوغا. لكن على كل حال أنا ما هذا شيء. المهم أنت خليك معايا. هذا شيء. إذا كان الأمر كما تقول فهذا مسوغ، لكن الأمر عندنا في المغرب لا، الأمر عندهم في الجزائر أيضا لا، الأمر عندهم في ليبيا لا. فلماذا؟ ما المحوج؟ نعم. ما تسمعكش. لا مسيح، هذا كلام أيضا ليس بصحيح، لأن علماء السعودية لا يأمرون نساء المغرب أن يلبسن كلباس نساء السعوديات. هذا لا يقوله علماء السعودية. معروفاش؟ لا، ما مسلم قاع.
أنا قلت لك مسلم في بعض الأحياء، تخرج من تلك الأحياء يولي على إلا مشات إلا تتسارى شي وحدة بهذاك اللباس مثلا في الدار البيضاء تسارى به في شارع عيشة الملكي، ولا تسارى به في المدينة تما، ولا حدا يعني تقول لي انت راه ما عرفت حدا هذيك الديور اللي حدا حي الرحمه، هذاك حدا مقبره الرحمه، هذاك واش فهمتي؟ ولا مثلا في المغرب في الرباط ولا في سلاف شي احياء اما تمشي في شي بلاصه اللي فيها الناس، تمشي شي مقاطعه، تمشي اي كل شيء بقى يتلفت. وليس الشأن اذا كانت لابسه جلابه وهذا عادي داك الشيء، ويمكن يظنوها مرا كبيره يقول لك هذه الوالده ويسبقوها كاع. نعم تفضل. لا ماشي سؤال، بغيتي تسول اكتب، لكن انا اريد جوابا، لانه الان مازال ما اجبتموني. ما المحوج، ما الذي يحوج هذه المراه ان تلبس لباس غير قومها؟ ها؟ قال لك elles sont complexées. elles ont le ها؟ علاش كومبلكس؟ زعما علاه دابا الناس في المشرق احسن من الناس في المغرب؟ طيب وكيفاش لا فضل لعربي على جميع الا بالتقوى؟ زعما غير حيت انا نشأت سعودي رانا احسن من واحد نشأ مغربي؟ علاش زعما؟ علاش؟ ما فهمتش انا. واش زعما هذا الشيء اللي بصح هكا؟ والله حتى ما عندهم العقل هادو اللي تيفكروا هذا التفكير. علاش؟ ايوا اللي في الموضه هذا كلام اخر، خرجنا دابا من الشرع الى الهوى. انا رانا بغيت يشوفوني الناس ملتزمه وأنا لابسه. اي 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 اي, أي.